دنيا زينة دنيا زينة، تبعني نبني ودنيا زينة دنيا زينة، دنيا فن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا، ومن دنيتهم فوقنا يا زينة. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج تبعني. برنامجنا محاولة للغوص في العمق التاريخي للحضارات اللي مرت على ولاية باجة وهمزة وصل بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. اليوم فريق برنامجنا اختار أنه يبدأ رحلته من مدينة تستور، المدينة الأندلسية اللي تتميز بموقع استراتيجي يطل على وادي مجردة. وبعد ما وصلنا عملنا جولة في أنهج المدينة وشد انتباهنا العدد الكبير للمساجد اللي يرجع بناها للعهد الأندلسي. ومن أبرز هذه المساجد الجامع الكبير اللي يقع في مركز المدينة، وحاولوا يوجد السوق ومقهى البطحة والمساكن. هات ندخلوا ونكتشفوا الكنز المدفون في مدينة تستور. السلام عليكم. أنا وإنتي والربيع والنسمة، أنا وإنتي والوتر والنغمة، أنا وإنتي والربيع والنسمة. سايكا اللي بناه الجامع هذا اللي بناه هو محمد تغرين، ودام البناء متاعه 70 سنة. مات هو وما كملش على حسب ما وصلنا من معلومات. خلفوا من بعد ولده علي تغرين اللي كمل البناء متاعه. هذه يعني بالنسبة للتونسي ولا اندلسي ولا أظن جاو من الأندلس، جاو من الأندلس، خاطر هذا يعني يعتبر يعني بني الأندلسيين. الجامع هذا قبل يعني كان هناك المرحوم شيخ في جامع الزيتون على الرياح إبراهيم الرياح، فهمت يعني دار ثقافة متسمية باسمه، لكن دار الثقافة ذيك ما عندها حتى علاقة بالشيخ إبراهيم الرياح. دار الثقافة هذيك يعني أصلها الأصيل متاع يهودي اسمه لياو، فهمت، بناها باش يتزوج بالمغنية والراقصة السابقة اللي كانت وهي بنت عمته على ما أظن، فهمت. لكني رفضت باش تتزوج به، فهمت. وقت اللي رفضت باش تتزوج به يعني أحرقها وأحرق روحه، وبالتالي يعني علي الرياحي ما عنده باحة. إبراهيم الرياحي ما عنده باحة حتى سميت خاطر هو كان علم من الأعلام اللي وصلوا في مدينة تستور. فهمت. عندنا الشيخ علي الكوندي هنا. الشيخ علي الكوندي هذا ساعيك الاسم سي لو كونت، فهمت. لو كونت سي ان تيتر دو نوبليس يعني، فهمت، في ذلك الوقت. وتوريك اللي الناس اللي هاجروا. عندنا دار الروي لو روا، فهمت. عندنا دار كريستو. عندنا يعني نوريك بعض الألقاب يعني متاع تستور. عندنا مثلا دار ماركو توك مازال منهم هناك، دار مركيكو مازال منهم. تو من هنا عندنا برشا عائلات أندلسية تو ما نستحضرهاش يعني، والكليكا بالرم ياسر عائلات أندلسية مازالت، فهمت. وفما ناس أخرى كان الجامع هذايا ما يطلع على المنبر متاعه إلا إنسان عنده آخر درجة من علم جامع الزيتون، فهمت. يعني كان الشيخ صالح العكاز بالتطويع، واللي قبله بالتطويع الشيخ عبد الجواد، ومن بعد الشيخ إبراهيم بن هجال الأندلسي عنده يعني العالمية من جامع الزيتون، فهمت. من بعد وقت اللي سكر جامع الزيتون وما عادش فما علماء يتخرجوا منه، ولينا هنا نحن نشوف، فهمت، نجم باللي نطيقوا، فهمت، حتى اللي الصبعة هذه، فهمت، وقت اللي حفروا لها الأسس متاعها، فهمت. احنا عندنا حالة أنه قبل كان البناء مش كيف تويك فيسع لا، قبل كان يبني شوية. علاش قلت 70 سنة وهم يبنوا، ويخلي البني يرتاح باش يشد بعضه، باش ما تقعش انشقاقات من بعد في البناءات والكليك،
السمعة هذيك الأساس نتاعها وقيل بقى يعني 10 ولا 20 سنة باش كملوا هذول، وبالتالي أقصد ليش عندها ولا يقع في انشقاق ولا يقع في حتى شيء. هذا هام يعني بالنسبة للنواحي التقنية. الحاجة الأخرى النجمة السداسية أخذ لها هكا، النجمة السداسية. النجمة السداسية هذيك حتى في جامعة الزيتونة موجودة، صح جامعة الزيتونة الكل موجود بالنجمة السداسية. قبل كي كانوا يبنوا كانوا ما هواش مشهورة النجمة السداسية متاع يعني اليهود، وبالتالي كانوا يحطوها زينة وكو. فما تو شكون يقول لك التسامح بين الأديان وكذا، التسامح بين الأديان هذا ينادي ليه الإسلام يعني، وفي إطاره وفي أحكامه وفي تشريعاته. هذه كان جيت في النهار تو العرصة هذه مكتوبة باللاتينية. الظاهر هي منقوشة مازال نقايش موجودة. هذه هذا اسم الملك جيرجيس ولا حاجة هناك، وهو الامبراطور في ذلك الوقت، وهذول الولايات اللي تابعين الكل. فهمتك كيفاش؟ بما في ذلك يعني هذه يعني منهم ولاية كرتاج مكتوبة هنا، ولوتريش وبرشا بلدان هنا. فهمتك كيفاش؟ هذه تسمى نقيشة ناطقة. فهمش نقص ناطق. أنا كالكتيبة هذيك نطقتنا، عرفتنا اسم الملك، عرفتنا الولايات اللي موجودة الكل، تسمى نقيشة ناطقة. وقت ناخذ العرصة هذه مثلا، أي عرصة ناخذها، فهمت؟ هذه تسمى نقيشة صامتة، ما فيهاش أسامي، ما تقول لك حتى شيء، لكن تفهم من خلال هذه أن فما الناس نجم ينقشوا الحجر، فهمت؟ وفما يعني مهارة يدوية في نقش الحجر. هذا يعني ايش نستنتجوا. فهمتك. وكما قلت قبيلة يعني البلاطة هنا، البلاط يعني ما قبل الإسلام، فهمت؟ والعرس هذه ما قبل الإسلام، غزرك النقيشة هذيك كيفاش، هذا الكليكة، فهمت؟ والداخل الحيوط هذوك والسقوفات هذيك يعني حضارة أندلسية. فما امبراسمون يعني فما يعني تلاقح بين يعني حضارة العهد الحجري اللي هي قبل الإسلام والحضارة الأندلسية في الجامعة هذا. وهذا يعني فخر يعد للمسلمين أنه لو كانوا بقاو في طايشين في الجبال لكانت يعني اندثرت هذا، على الأقل فما حاجة قائمة. تو نشوف الحاجة الأخرى. هذه نقيشة ثانية ناطقة. فهمت؟ كنت تقرأ لنا حاجة شنو الكتيبة المكتوب على هذه الحمد لله عمل هذا الفقير إلى رحمة ربه عبده أحمد الحرار سنة 1172 هجري. هذا اللي عمل النقيشة هذه. شنو هي النقيشة هذه؟ هذه ساعة شمسية. توا وقت اللي تبدأ زارقة الشمس، كان جيت وقت زارقة الشمس نعطيك الوقت على 5 دقائق تقريبا. به فهمت كيفاش تخدم هذه؟ وقت اللي يعطينا الخلية هذايا، هذه عبارة على الإطار متاع الساعة، هذونا التدريجات، شفت هذاك التدريج متاعها، فهمت؟ هذا خط الاستواء ولا خط الزوال. هذه ماشي كما نقولوا كيف الاخرين يقول لك ساعة 2 3 4 5 حتى توصل 12 ساعة. لا، هذه تقول لك ساعة 2 3 4 5 6 7 8 9 لهنا، وهنا 9 سوايع. فالخط هذا هو خط الصفر. نقول هناك ساعة بعد الزوال، وقت اللي الخيال هذا يبدأ من شفتك الخيال هو تو هنا مش ظاهر لي. هنا ساعة بعد الزوال، ساعتين بعد الزوال، 3 سوايع بعد الزوال، 4 سوايع بعد الزوال، 5 سوايع بعد الزوال، 6 سوايع بعد الزوال، وإلى آخره. هنا كيف ساعة قبل الزوال تولي. فهمت؟ ساعتين قبل الزوال تكسرت هناك، 3 سوايع قبل الزوال، 4 سوايع، 5 سوايع قبل الزوال، وهكاك. احنا ماشيين. فهمت كيفاش؟ هذه هي ساعة شفت كيفاش. والخيال هذا كي تعطيه وقت اللي يبدأ هذا مربوط لهنا مع الخط هذا، يقول لك تأهب للصلاة.
يعني ايش معنى الخاطر في الأصل وقت الصلاة هو وقت الزوال، أكا قبل ساعة غير 4 تقريبا، الخاطر هنا كل واحدة 4 دراج هذا، فقبل ساعة غير 4 يقول لك ابدا حضر روحك للصلاة تتوضا والكل ليك، إذا كان الخيال هذاك ضرب فميك. من بعد إذا كان الظل هذا ضرب مع هذا وفات هنا شوية وقتها يثمن للظهر. وهنا يقول لك رد بالك راهو قريب صلاة العصر، يقول لك وقت اللي يجي هنا يقول لك راهو صلاة العصر، راهو صلاة العصر ما زلت لها ساعة ونص، ما زلت لها كما يقولوا ساعة غير ربع، نص ساعة. إذا كان الخيال هذا يضرب لهنا راهو دخل وقت العصر، إذا تذن العصر. وهنا من قبل يقول لك راهو هذا 4 ساعات على الساعتين للشروق، 3 سوايع للشروق، 4 سوايع للشروق، وهكذا. هذه يعني الساعة هذه كيفاش كانوا يخدموا بها قبل، وقت اللي كانت مش موجودة الساعات اليدوية هذه. وهذه تعتبر يعني ناقشة هامة ماذا بين المحافظة عليها، وماذا بين حتى تتغطى بالبلار ولا حاجة كيف هكا، باش ما تعرفش تتهلك كيما هكا وتخسر. أي فهمت. تلاحظ ملاحظة أخرى في الجامعة هذايا، فهمت. ملاحظة أخرى في الساعة هذيك، الساعة هذيك كانت فيها عقارب من لوح كحل، ما خلطناش عليهم احنا، لكن حدثنا عليهم الرجال الكبار، ويدوروا عكس العقارب نتاع الساعات تويك. اي فهمت. وكانت تخدم بما يسمى يعني الرقاص، هكا يقولوا الرقاص هذاك، الرسور اللي هو النابض، بالنابض كانت تخدم بالنابض، ما خلطناش عليها حتى الرجال الكبار اللي أكبر منها برشا قالوا رانا ما خلطناش عليها تخدم، لكن خلطوا على الرقاص مهلوك وخلطوا على عقارب مهلوكة والكليك. فما حاجة أخرى يركزوا عليها عباد غير أصلي هذاك تعمل عام 69 تقريبا، ونحن 68 69 خاطر فما واحدة مكتوبة 69، يعني فكر العام هذاك. شنية من الأصلي كان؟ الأصلي هو باش نوريك الأصلي، الأقصد كيفاش باش ردوه هذاك ركبوه تركيب باش متلائم مع البناء. قلت لك الحفر هذيك، هكا الحفر هذيك الخاطر باش عملوا هكا السطواه هذاك يعني شو والكلية، وهلقوا به الجامعة. كانت فما عرس وكانت فما كيف لي ريديسور يشدوا في البناء. الأصل هو كيفاش يجي. أصله السقف كيف هيك، وديارنا بكري كنا صغار كليك السقوفات كانت كما كاك. لحظة أخرى توكي تغزر هكا تريشي فما شباك في الجامع. لا الجامع الكل ما فيش شباك، شباك واحد باش نبلغ. علاش؟ من جانب شروق الشمس غادي من جهة الشروق. علاش؟ على خاطر التهوية نتاعو من أعلى أخسر. هذيك هذيك وين معناتها زوز هذاكم كل يتهوى منهم الجامع، هذوك يتهوى منهم الجامع، وقت يضرب فيهم الهواء يطلع يولي كانوا كليماتيزور لوطر. وقت اللي هنا تو الجامع هذاك مش يضربوا طول في بيت الصلاة، لا فما يعني واحد أول واحد ثاني، وهو يضرب الهواء بيناتهم. وقت اللي تدخل للجامع في الشتاء تلقاها سخون، في الصيف تلقاه بارد. تو كان سكروا الباب في نص نهار، وقت تبدا النار تشعل سكروا في البيت كانك يعني في وسط فريجيدير قاعد. يجي شوف حاجه اخرى في بيت الامام كيف
الإمام كيبدا خارج المنبر منها عنده هكا الشباك هذاك يضوي ما يحتاجش الإضاءة ولا حاجة. هذيك قليل حسب الإمام كيبدا يخطب يوم الجمعة قبل ما كانش فما يعني الأضواء هذه كان بالقناديل والكليك، كان الإمام وقت يخطب يبدا بضوي له الشباك الشمس. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لفي سكرتهم تو شوف هذا مش السقف اللي منه للشمس بين السقف هذايا فما سقف اخر فما هو بيناتهم في الجامعه الكل كيك فهمت. وهنا هو كما قلت لك السقف الاساسي هو كيف هكا هذا ما تغيرش ثاني هكا العود كما المدخل بالضبط. وهذا باب الامام اللي يدخل منه نهار اللي يدخل منه وقت يجي ما عنده مفتاح وفم يدخل فم واضح. هنا فما ملاحظه اخرى كيفاش قليل حساب كل شيء اللي بناه انه مثلا في صلاه العيد ولا حاجه شفت الشباك هذاك فهمت هاك الشباك هذاك تو ما غير انا ما نخرج كي نقول نهار العيد ونشوف الشمس زرقت ما زرقتش يبدا الامام قاعد هنا يشوف الشمس ضربت فميك يعرف يدخل وقت صلاه العيد يخرج معناتها الشباك منا الشباك منا والشمس في الجانب المقابل لهنا فميك الامام قاعد في بقعته ويشوف الشمس يعرف اللي هو الوقت نتاع الوحي. وانا لاحظتها تو كان شي الصباح فهمت وقت الشروق بالضبط تضرب الشمس فهمت. هذا اللي نجم نعطيك يعني فكره بسيطه وربي يوفقكم وربي يبارك فيك. السلام.